السلام عليكم عشاق ومحبي نادي شبيبة القبائل، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. المدرب الألماني جوزيف زيمباور يرفض إعطاء الضوء الأخضر للاعب أو الناشط في الدوري السويسري بهلول، وأيضا يصر على معاينته قبل الودية القادمة. وفي التفاصيل، رفض المشرف الأول على الجهاز الفني لنادي شبيبة القبائل جوزيف زيمباور منح الضوء الأخضر لخلية الانتدابات الجديدة، ومن بينها المغترب سفيان بهلول، وذلك بالرغم من أن الإدارة قامت بمساع كبيرة للوصول إلى اتفاق نهائي معه ومع مناجيره الخاص، كما أنها اتفقت معه على كل التفاصيل الخاصة بعقده، حيث علمنا من مصادر موثوقة أن التقنية أصر على معاينة اللاعب قبل اتخاذ القرار النهائي الذي يخص مستقبله مع نادي شبيبة القبائل. الإدارة سارعت لإرسال التذكرة له، ويبدو أن إصرار مسيري شبيبة القبائل في ترسيم التعاقد مع اللاعب سفيان بهلول كبير، إلى أنهم سارعوا إلى إرسال برقية من أجل الحضور بشكل مباشر إلى التربص في تركيا، بعد كشف التقني الألماني جوزيف زيمباور عن موقفه بخصوص اللاعب. وأيضا أرسلت له التذكرة بالطائرة وطلبت منه السفر على جناح السرعة لتركيا والالتحاق بمعسكر الفريق، وهي الخرجة التي قد تعني أيضا أن المسيرين لا يريدون تضييع الوقت طالما أنهم متيقنين من أن الصفقة ستكون ناجحة وعلى كافة المستويات. بهلول سوف يصل خلال 48 ساعة القادمة من أجل أن يقوم زيمباور بمعاينته خلال التدريبات، وأيضا إشراكه في الودية القادمة أمام الخلود السعودي لتبيان وضعه والوقوف على عقده.